بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية الرز في المنام. الرز في المنام من المبشرات بالخير. لو شخص حلم برز مستوي ورز وفير وشكله كويس، فده بشرة خير ليه، إن في أرباح جاياله ورزق واسع ورزق وفير. ولو زوجة حلمت برؤية الرز في المنام إن هو مستوي، فده بشرة خير ليها على ان في امور مادية هتجيلها في بيتها بوفرة، وهيبقى في استقرار مادي في حياتها. ولو شافت بردك الرز، ده بشرة خير انها تسمع اخبار كويسة. بالنسبة لو تاجر حلم برؤية الرز في المنام، فده بشرة خير ليه بردك، برزق وفير ليه وأرباح كويسة. لكن الرز الني في المنام بتبقى أرباح جاية بس بمشقة وبتعب. وعامة رؤية الأكل المستوي في المنام ده بيبقى أمور الشخص فكر فيها، والأمور دي هتتحقق له بالخير، وأمور هتتيسر له. لكن لو لسه واقف بيطبخ ولسه الأكل مستواش، فالأمر اللي هو بيفكر فيه لسه مكملش مشروع أو حاجة هو هيدخل فيها. لكن بشرة خير ليه وما هو استوى الأكل، فده معنى إن الأمور اللي هو بيفكر فيها هتكمله بالخير. وزي ما احنا قلنا دايما الأحلام فيها رسائل، فيها مبشرات بالخير وإنذارات بمشاكل. فيا رب ما يجيبش أي مشاكل لحد، ويجعلني دايما أبشركم بالخير، ويجعل بيتنا كله رزق وخير ووفرة. ويا رب كده يبعد عننا أي هموم وأي مشاكل.